السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم المسمن اللي كيجي هكا مورق ومحمر وكيجي رطب. بقاو معايا باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. عندي هنايا في العجانه غادي نوضع 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض ما يعادل 500 غرام. يمكن لكم تعجنوه غير عادي. غنضيف عليهم خمسة الكؤوس ديال دقيق القمح الفينو، يعني اللي كيكون مطحون. غادي نضيفو 5 ديال الكيسان ما يعادل 500 غرام. كنضيف عليهم ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، نصف ملعقه كبيره ديال الملح، وراس معلقه ديال خميره الخبز. وغادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، اللي تيخليه هذا هو اللي كيخلي المسمن كيجي رطب وكيدوم مده طويله. وما تبقى غادي نضيف 3 ديال الكيسان ديال الماء، اللي كيكون الماء ما كيكونش سخون، كيكون دافئ. كتبقاو تضيفوا فيه غير بشويه بشويه حتى كتجمع معكم العجينه وكتحصلوا على هذا القوام اللي كيكون هكا ما رطب ما قاصح. ومن بعد ما غادي تعجن مباشره انا غادي نبدا نشكل فيها. الا كنتو نتوما عجنتو عادي يمكن لكم تخليوها ترتاح شويه. من بعد ما حطيتها فوق سطح العمل كنبدا نشكل هكا كويرات بحجم صغيره. عطاتني انايا 22 حبه، لان غادي ندير وحده في وحده. من بعد ما غادي نشكل هكا الكويرات ديالي، كنشكلهم وانا كيكونوا يديا يعني ما فيهمش الزيت. من الاحسن هكا كتشكلوا الشكل اللي بغيتو نتوما. ومن بعد غادي ندهنهم هكا بشويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي وكنخليهم يرتاحوا من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. ومن بعد غادي ناخذ هكا الزبده كندوبها، غنضيف عليها من 2 ملاعق كبار حتى 3 ديال دقيق القمح الفينو مع ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات اللي غادي نورق بها. من بعد غادي ناخذ هكا كويره اللي كتكون ارتاحت، كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنبدا نطلق فيها هكا حتى كيبان سطح العمل. ومن بعد غادي ناخذ هاد الخلطه اللي درت كندهن بها هكا المسمنه ديالي، وكنبدا نطوي فيها هكا على يعني مربعات، يعني مسمنه عاديه. ودائما وانا كنفرق بهذيك الخلطه. غادي نوضعها جانبا، وغادي ناخذ كويره وحده اخرى هي كنطلقها بنفس الشكل، كندهن بالخلطه وغادي نوضعها هكا وسط منها. ومن بعد غادي ندهن بالخلطه وغادي نشكل هكا المسمنه ديالي. من بعد غادي نشكلهم كاملين. كنوضع المقلاة كتسخن على نار اللي كتكون متوسطه، وكن هكا كنطلق المسمنه ديالي وكنحاول ما كنرققهاش بزاف، وكنوضعها هكا في المقلاة ومباشره كنقلبها. ومن بعد كنبقى نقلب فيها هكا وكندور فيها حتى كتبدا كتنفخ وكتحمر وكطيب معنا المسمنه. وكيكون هذا الشكل ديالها كيف ما شفتوا، كتجي محمره اكثر من رائعه. وكنستمر حتى كنطيب المسمنات كاملين، وغادي تشوفوا الشكل النهائي كتجي اكثر من رائعه. هذا هو المسمن اللي صايبت معكم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.